تسلم ايدك يا وردة، الاكل شكله تحفة ومحمد هيفرح بيه قوي. يا حبيبتي تسلم ايدك انتي، لولا وقفتك معايا ما كنتش خلصت بسرعة. يا جماعة أنا هاخد لقمتين في أوضتي كده على السريع عشان ورايا شغل لازم يخلص لبكرة، مش هقدر أقعد معاكم، سامحوني. بابا تعال العب معانا. معلش يا ولاد، مش دلوقتي. شغل ايه يا محمد اللي تروح الأوضة وتسيب تجمعاتنا عشانه؟ يا ابني لو متجمعناش على الأكل مع بعض البركة بتروح منه. اسمع كلام أمك يا محمد. زمان يا ابني بيوتنا كانت ضيقة، بس الطبلية كانت بتساعي القريب والغريب. عارف ليه؟ عشان اللقمة اللي بتتقسم بالضحكة والكلمة الحلوة بتشبع الروح قبل البطن. عندك حق يا بابا، حقك عليا يا أمي، أنا فعلا كنت محتاج شوية دول. ايوه كده يا محمد، ده انا كنت مجهزة الوردة حكاية هتموتها من الضحك، لازم تسمعها معانا. يلا سموا الله. اللمة دي هي عمود البيت، وهي اللي بتخلي لإيدة في العيلة معنى.